استمرارية السعي لا تضمن حتمية الوصول، ولو ضمنته فهي مش دايما بتضمن انك هتفضل فوق. ساعات بتبتدي من تحت، تحت قوي، عشان توصل لفوق لمجرد انك تنزل تاني. هل هو عشان الأمل؟ هل يأس؟ انفنت عذاب كده؟ ولا شغف للوصول؟ سيزيفس هو ابن الملك آيلس، ملك سيثاليا وإناريت، وأول ملك ومؤسس لمملكة إيفيرا. بعض الروايات بتقول إن سيزيفس يبقى والد أوديسيوس، القائد المكار في حرب طروادة، صاحب فكرة حصان طروادة. ويقال برضو إنه مخترع فكرة الألعاب البرزخية، وده مهرجان رياضي بيتم على شرف بوسايدن، إله البحر. سيزيفس ما كانش ملك أو شخص عادي. بعد التصاوير زي ملحمة الإلياذة بتصوره على إنه أكبث وأأذى أهل الأرض في وقتها. كان شغال في التجارة والإبحار، ويقال إنه كان بيقتل ضيوفه عشان المكاسب المالية من وراهم بغرض الجشع. وصل جشعه إنه استولى على عرش أخوه، والجريمة الأبشع وهي من محاور وأركان قصتنا النهاردة، الفتنة على زوس، كبير آلهة الأوليمب، لأنه عاشر ابنة إله النهر أسوبس. زوس عقابا على إفشاء أسراره أمر هيديس بإنه يسلسل سيزيفس في الجحيم. بس من مكر وخداع سيزيفس طلب من تجسيد الموت ثاناتوس إنه يجرب السلاسل دي عشان يختبر مدى كفاءتها وقوتها. ثاناتوس ده يعتبر كيوت الآلهة أو الموت الرحيم، عكس إخواته اللي كانوا مختصين بالدمار والحروب. فأول ما ثاناتوس جرب الأصفاد، سيزيفس أحكمهم عليه وهرب، وده عمل تمرد وانقلاب في العالم السفلي، وما بقاش في حد بيموت لأن محدش كان بيكولكت الأرواح. فده أزعج إيريز إله الحرب، لأن خصومه في المعارك ما بقتش بتموت. فاتدخل إيريز وأطلق سراح ثاناتوس، ومسك سيزيفس رماه في الجحيم. بس تاني، لشدة مكر ودهاء سيزيفس، إنه قبل ما يموت طلب من زوجته إنها تمتنع عن تقديم الأضحية عند قبره. فلما مات وما كانش بياخد قرابين بعد موته، حاجة كده زي إنك بتزور قبر ميت عزيز عليك وبتحط له ورد. طلب من بيرسيفوني زوجة هيديس إنه يرجع الحياة يشوف زوجته ما بتسألش فيه ليه. وفي رواية أخرى أقنع بيرسيفوني إنه أصلا وصل الجحيم عن طريق الخطأ، وفي الحالتين بيرسيفوني رجعته للحياة. ومن بعدها رفض يوفي بوعده ويرجع للجحيم تاني، وده أغضب هيديس جدا اللي مش بيتدخل في التفاصيل التافهة دي، لدرجة إنه راح جابه بنفسه ورماه في الجحيم من تالت. بس بعد كل ده ما شافاش جليل زوس من سيزيفس. الموت راحة مبدئية بالنسبة لواحد أفشى أسرار الآلهة، وفاكر نفسه مفيش في الدنيا منه اتنين. ولذلك زوس حكم على سيزيفس بدحرجة صخرة عملاقة من عالم الحضر. من صعوبة وطول الصخرة دي إن سيزيفس كان بيزقها من بداية اليوم وبيوصل في نهاية اليوم للمنحدر، عشان يتفاجئ إن الصخرة مش متقدر لها إن هي توصل لفوق أصلا، وبتقع تاني من فوق المنحدر لحد تحت، ويفضل في مهمته الأبدية دي كرمز للي حاول يخادع الآلهة أو يخرج عن طوعهم. وده مش أبشع عذاب إغريقي بنفس الكيفية. في برضه بروميثيوس اللي حاول مساعدة البشر قبل كده وعصى أمر الآلهة، فتعاقب بطائر الرخ اللي بياكل من كبده كل يوم، وفي نهاية كل يوم بيطلع مكانه كبد جديد، لحد ما هرقليز أنقذه يعني. طيب، إيه هي حقيقة أو مغزى قصة سيزيفس؟ حاجات كتير جدا، فلسفية وأنثروبولوجية.
منها إن القصة بتصور نظرة الإغريق للدورة اليومية لكوكب الأرض حوالين الشمس، إن الشمس بتشرق كل يوم عشان تقع وتنحدر تاني في الغروب، تطلع وتختفي. منها مثلا إن هي بتعبر عن السعي الدائم للسياسيين إن هم يوصلوا أعلى المناصب بالخداع والمكر على حساب غيرهم وبألعابهم القذرة. أو وده الجانب الفلسفي، إن هي بتعبر عن سعي الإنسان في الحياة، وإن الدنيا فوق وتحت، لا هي تحت كل يوم ولا فوق كل يوم، وإننا متقدر لنا إن إحنا نصعد عشان نهوي، أو نهوي عشان نصعد. زي فكرة عجلة الأقدار في كارمينا بورانا. ابقوا بصوا عليها كده، وإزاي كارل أورف لحن أغاني القصائد العظيمة دي. بس لا يسعفنا غير إن إحنا نقول زي ما ألبر كامو قال في مقال أسطورة سيزيفس، إن سيزيفس بيجسد هراء وسخف ولا منطقية الحياة البشرية، بس هو بيختم بيقول إن المرء لابد أن يتخيل إن سيزيفس سعيد ومسرور، تماما كما أن النضال والصراع والكفاح ذاته نحو الأعالي والمرتفعات كاف وكفيل بملء فؤاد الإنسان، حيث يقول عنه ليس هناك عقاب أفظع من عمل متعب لا أمل فيه ولا طائل منه. اللي هو بالعربي كده، انت هتسعى ليه طالما انت عارف انك هتقع تاني، وان البداية دايما اخرها نهاية. هل اللحظات الحلوة اللي بنعيشها حلاوتها في ان هي لحظات حلوة فعلا، ولا عشان عارفين ان هي هتخلص فبن اوفردوز سعادة باللحظة دي اللي بتيجي كل فين وفين عشان تريحنا من الفشل المستمر؟